مسجد قباء في المدينة المنورة، أول مسجد بني في الإسلام. طبعا هو مزار من مزارات المدينة المنورة. كل طبعا المعتمرين اللي بيعدوا على المدينة الأول أو المدينة بعد مكة أو العكس بيزوروا المسجد قباء. في مدخلين، مدخل للنساء ومدخل للرجال. ده مدخل النساء. ما شاء الله، ربنا يا رب يكتر المسلمين والإسلام في كل مكان في العالم يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كتبت له أجر عمرة. طبعا احنا دلوقتي من تطهر في بيته يعني من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء. بصوا الحمام، اللهم صل على النبي. الحمام كتير جدا هنا عند مسجد قباء. الله، الحمام. المكان هنا جميل جدا جدا، ويعني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كتبت له أجر عمرة. طبعا احنا دلوقتي بيتنا هو الفندق. لما نكون من زوار المدينة بيكون بيتنا هو الفندق. فاحنا بقى ايه يعني، اي حد هيزور مسجد قباء اليوم اللي هيزوره فيه يا ريت ان هو ينزل متوضي علشان يخش على طول يصلي في المسجد وياخد الاجر ان شاء الله. وطبعا اللي مش بيبقى نازل مش متوضي او ما يعرفش، هنا موجود في اماكن للوضوء كتير قوي، برضه ممكن يتوضى وان شاء الله ربنا يكتبها له ويديله نفس الاجر باذن الله. هدخل دلوقتي ونشوف المسجد من الداخل. المسجد من الداخل طبعا هنا مصلى النساء. طبعا الزحام بسم الله ما شاء الله. اللهم اعز الاسلام يا رب وكتر المسلمين يا رب. يعني بصراحه البساط، احنا دلوقتي الساعه 7:30 الصبح، يعني عايزه اقول لكم البساط عماله تنزل في ناس من جميع انحاء العالم. المسجد مسجد قباء. الله اكبر. حمام كتير جدا في المدينة. الله، صوري كنت بتخشي واحدة ها بيت. بصوا الزحام قد ايه، بسم الله ما شاء الله. بصوا من جميع جنسيات العالم عند مسجد قباء. الركعتين فيه بأجر عمرة. بسم الله ما شاء الله، كريم جدا يا رب. ربنا يكتب الزيارة لكل مشتاق يا رب. أماكن كلها سكينة. أشوفكم من مكان تاني من الأراضي المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله.